السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هنعمل احلى كنتاكي في البيت يا جماعة. يلا فرحوا الولاد وقوموا اعملوا. ديت فرخة، هي مش فرخة واحدة، هي كذا فرخة. انا مقطعاها وغسلاها ونقعاها في خل وليمون ايه وخلاص كده ايه. حطيناها في اخر حاجة الخل علشان ايه؟ لما نيجي نسويها ما تخش مننا سوا كتير. دي بقى البهارات بتاعتنا. كاري، ملح، مرق دجاج بودر، فلفل، كركم، بابريكا، شطه حراق عشان السبايسي، توم بودر، زعتر، بصل بودر. تمام. كل دي البهارات بتاعتنا هنفضيها هنا البوله دي. ودي البهارات دي الفراخ بتاعتنا انا غسلتها ونقعتها في محلول ملح وليمون. بصوا انا ما عامله الحته اللي في الصدر من تحت، الدبوسه بتاعت الصدر، وواخده الجناح، الدبوسه والجناح بس، ما خدتش ورك المره دي. الجناح والدبوسه ونقعتها بالليمون وبالخل عشان الخل هيخليها ما تاخدش سوا مننا كتير وتبقى طريه من جوه وجميله. هنا انا صفيتها من الميه بتاعتها بس مش هغسلها، يعني بعد الخل والليمون مش هغسلها، سيبها زي ما هي، بس انا صفيتها كويس. واحطها بقى على البهارات. البهارات بتاعتنا اهيت. نحط فيها الفراخ، ولازم بقى واحنا بنحط فيها الفراخ ايه، لازم نفتح الفراخ بتاعتنا كده حتت كده علشان ايه، تشرب من التتبيله. بس حاول نبعد عن الجلد علشان الجلد هو اللي بيمسك البروست بتاعها وكده، يعني يخلي القرمشه بتاعتها ما تقعش منها. هندعكها كويس. الجناحه طبعا صغيره فمش مستاهله ان احنا ايه نفتحها، كده كده هتشرب وهتبقى جميله اهي. الحته الكبيره بس عشان ايه، تبقى من جوه برده شربه بالتتبيله وحلوه لذيذه. ندعكها كويس التتبيله بتاعتنا كلها لحد ما تشربها كلها. احنا عايزين التتبيله دي كلها تخش في الفراخ من جوه. لازم على الاقل بعد ما تتحط في التتبيله دي تخش في التلاجة، هتقعد لها حوالي 4 ساعات 5 ساعات. كل ما تشرب من التتبيله اكتر كل ما الطعم يبقى اقوى واجمل. انا بحاول ادخل التتبيله كلها في الانسجه بتاعت الفراخ. بصوا بعد ما شربت التتبيله، بعد ما حطيناها في التتبيله وغطيناها كلها، حطها في الثلاجه 4 ساعات او 5 على قد ما تقدري تسيبيها. احنا غطيناها برضه عشان ايه الريحه بتاعتها، ونحطها في الثلاجه 4 ساعات. الفراخ بتاعتنا في التتبيله بقالها كده حوالي بالظبط 5 ساعات. شايفين شربت التتبيله كلها اهيت. بصوا حته جميله كمان، حته تجنن. بصوا شربت التتبيله كلها هنا 5 ساعات كفايه قوي يعني. دي التتبيله التانية، ده الملح والكركم والبابريكا، توم باودر والفلفل والزعتر والكاري والثوم البودر والبصل البودر والملح، ودي سنه شطه كده عشان ايه تبقى سبايسي شويه. هنفضيها كلها هنا طبق كبير. وديت نص معلقه من النشا عشان تدينا بقى القرمشه والصوت الحلو ده واحنا بناكل. ودي بتاعنا بقى هنقلبه كله مع بعض كده، نخلط الدقيق والنشا والبهارات كلها مع بعضها لحد كله ما يبقوا لون واحد. وبعد كده نحط فيها التتبيله بتاعتنا بقى في الدقيق، نحطها في ميه ونرجع نحطها في الدقيق. دلوقتي اشوفوا كل حاجه بنفسها، بس نقلب الخطوات دي كلها عشان تبقى كلها لون واحد. مش عايزه الالوان اللي فاتت دي كلها ايه تبقى كل لون لوحده، عايزين الالوان كلها مع بعضيها. لسه في تحت خلاص الالوان كلها اندمجت مع بعضها ايه، البهارات الالوان
البهارات كلها اندمجت مع بعضيها. نطلع بقى الكنتاكي بتاعنا، شايفين؟ لازم نعصها كلها ونعمل لها بقى ايه اللي هي الشرشره دي، اللي هي بتبقى ايه كرمشه، نخليها مشرشره وجميله. بعد ما نحطها في الميه هيظهر معانا اكتر. نتك عليها كويس كده في الميه بقى، هيظهر بقى ايه. خلاص احنا هنا سخنا الزيت. لازم طبعا يكون ايه زيت سخن جدا. هنا هنحطها في الدقيق، مش عايزين نتك عليها عشان مش عايزينها واحنا بناكلها تبقى ناعمه. بعد كده نحطها في الميه اهي. بعد كده في الدقيق تاني، مش هنتك عليها برضو عشان ما تبقاش واحنا بناكلها ناعمه مننا. لازم الزيت يكون سخن جدا. دي انا حطيتها برضو في الزيت وفي في الميه. واول ما تاخد مننا لون هنوطي عليها، وهتقعد في الزيت حوالي 15 دقيقه. اول ما تحس ان اللون بتاعها بدا يتغير هنوطي عليها خالص عشان تستوي براحتها، ما يبقاش فيها دم من جوه. ده كمان اهي عشان الحله هتاخد مكان برضو، فيها مكان هتاخد مساحه. نعمل واحده كمان. انا عايزاها كلها متغطيه من الزيت عشان تستوي كلها في وقت واحد. احطها في الدقيق وبعد كده في الميه، وبعد كده ارجع احطها في الدقيق تاني، وبعد كده انزل بيها في الزيت. نوسع لها مكان كده. تمام. وهنسيبها بقى مع نفسها لحد ما تاخد. ويلا بينا بقى نشوف الحلو بتاعنا مع بعض. احلى كنتاكي معمول في البيت. شايفين؟ سامعين صوت الخروشه؟ يلا بينا نفتحه مع بعض. بصوا انا كنت فاتحه حته اهي عشان اشوف هو استوى ولا لسه، وفعلا لقيت استوى. بس كمان جامده مش عارفه. هنفتح حته كمان بس هو سخن جدا، انا مش عارفه افتحه. شايفين يا جماعه من جوه؟ بصوا بصوا مفيش نقطه دم. شايفين من جوه عامل ازاي؟ ايه رايكم؟ يلا سهله جدا، قوموا اعملوها وما تحرموش من ولادكم من اي حاجه. اقول لك عايزين ناكلوا كنتاكي، عايزين نروح بازوكا، عايزين كده الحاجات دي كلها يعني اللي انا مش فاكره اساميها دلوقتي. يلا باي باي.